Muito equilibrada, onde muitos equipos têm a possibilidade de. تصريح خطير من مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي يفاجئ به المنتخب المغربي بعد انتهاء المباراة، ويصدم صحفي جزائري بسبب المنتخب المغربي. قبل أن نكشف لكم التفاصيل الصادمة، اضغطوا الآن على زر اللايك والإعجاب واشتركوا في القناة لكي يوصلكم كل جديد، وفجروا التعليقات بالديمة مغرب. انتهت ملحمة المغرب والبرازيل، ليفجر كارلو أنشيلوتي بالمؤتمر الصحفي تصريحا ناريا صدم الجميع مفاجئا أسود الأطلس بكلام تاريخي غير متوقع، حيث قال: لقد كانت مواجهة مرعبة وشاقة لأقصى حد، واللعب أمام هذا الخصم العنيد هو أصعب اختبار تكتيكي وبدني يمكن أن يواجهه أي مدرب في العالم حاليا. لقد واجهنا منظومة كروية خارقة وعملاقا حقيقيا يمتلك شخصية لا تهتز، ولذلك عانينا طوال 90 دقيقة كاملة أمام منتخب قوي جدا، وهو رابع العالم وتصنيفه السابع على مستوى العالم. هذا التصنيف لم يأتي من فراغ، بل لأن المنتخب المغربي اليوم هو من أقوى وأشرس المنتخبات في هذا المونديال على الإطلاق، وأنا أتوقع له بثقة تامة أن يذهب بعيدا جدا، وسينافس بكل كبرياء وشراسة على صدارة هذه المجموعة المعقدة، ولن يوقفه أحد. يجب أن نعترف بالحقيقة المجردة التي شاهدها العالم اليوم: المنتخب المغربي هو أفضل وأعظم منتخب أفريقي على مر التاريخ شارك في كأس العالم. لديهم لاعبون رائعون من طراز عالمي فريد يصنعون الفارق في أكبر أندية أوروبا. عندما تواجه لاعبا بقيمة وجودة أشرف حكيمي، فأنت تواجه قوة انفجارية وذكاء تكتيكيا مرعبا في الدفاع والهجوم. وأضف إلى ذلك النجم الساحر إبراهيم دياز الذي يمتلك مهارات خارقة وحلولا إبداعية قادرة على تفكيك وخلخلة أعتى دفاعات العالم في أجزاء من الثانية. ولا يمكن أن ننسى الحارس الأسطوري والعملاق ياسين بونو الذي اعتبره واحدا من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم. بونو كان اليوم سدا منيعا وجدارا حديديا صامدا، وحرم البرازيل من أهداف محققة بفضل ردود أفعاله الإعجازية التي تزرع الرعب في قلوب المهاجمين. المغرب لم يعد مجرد فريق يشارك، بل أصبح مدرسة كروية عالمية تجبر الجميع على احترامها والخوف منها. سؤال الصحفي البرازيلي السيد أنشيلوتي: كيف استطاع المنتخب المغربي شل حركة نجوم البرازيل والسيطرة على وسط الملعب بهذه الطريقة؟ وما الذي فاجأك في تكتيكهم اليوم كارلو أنشيلوتي؟ ما فاجأني هو العقلية الانتصارية الرهيبة التي يمتلكونها. المغرب لم يدافع بخوف، بل هاجمنا ووضعنا تحت ضغط رهيب. لديهم ترابط تكتيكي مذهل بين الخطوط، واللاعبون يتحركون ككتلة واحدة مدمجة بروح قتالية مستميتة للدفاع عن قميص وطنهم. عندما ترى نجوما يلعبون في ريال مدريد وباريس سان جيرمان يقاتلون على كل كرة وكأنها مباراة حياتهم، فاعلم أنك تواجه فريقا لا يمكن هزيمته بسهولة. لاعبو المغرب جعلوا نجوم البرازيل يركضون خلف الكرة في كتل تكتيكية معقدة، وهذا يوضح لك مدى التطور والاحترافية التي وصلت إليها كرة القدم المغربية. سؤال الصحفي المصري: هل تعتقد أن الجيل الحالي للمنتخب المغربي قادر على تكرار إنجاز المربع الذهبي أو حتى الوصول للمباراة النهائية للمونديال؟ كارلو أنشيلوتي: بكل تأكيد، بل وأكثر من ذلك. هذا الجيل المغربي لا ينقصه أي شيء ليكون بطلا للعالم. لديهم الاستقرار الفني، ولديهم دكة بدلاء قوية، ولديهم عناصر أساسية تصنع الأمجاد أسبوعيا في الملاعب الأوروبية. ما شاهدته اليوم في أرض الملعب يؤكد أن إنجاز قطر لم يكن ضربة حظ، بل كان البداية لعملاق كروي جديد يسيطر على الساحة الدولية. أي مدرب في العالم سيواجه المغرب في الأدوار القادمة سيمر بكوابيس حقيقية في التحضير للمباراة. الصحفي الجزائري سيد أنشيلوتي: ألا تعتقد أنك تبالغ كثيرا وبشكل مفرط في مدح وتضخيم المنتخب المغربي وتمنحه أكثر بكثير مما يستحق؟ إن وصفك لهم بأنهم الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية بأكملها فيه الكثير من التهويل والمجاملة الإعلامية. في نهاية المطاف، كل ما حققوه سابقا في قطر قد يكون مجرد طفرة عابرة أو ظروف خدمتها الصدف، ليس أكثر. هناك منتخبات أفريقية وعربية أخرى تمتلك تاريخا عريقا، وهي قادرة بلا شك على تقديم مستويات أفضل بكثير لو أتيحت لها نفس الفرصة، بدلا من هذا التركيز الإعلامي المبالغ فيه والموجه لتسليط الأضواء على